شط الجريد هو عبارة عن بحيرة مالحة تقع في الجزء التونسي من الصحراء ألف الكبرى. هو عبارة عن غرب متوسط يمتد من حزوة إلى قبلي، وهو مكان نائم في الصحراء مؤكد فقط طريق واحد يربط توزر بقبيل. يعتبر هذا الموقع من أهم ما لديه الجنوب الغربي التونسي، إذ تتفجر المياه فيه في الشتاء، وفي الصيف تجده مكسوا بطبقة من الملح. البحيرة الغريبة تعد أكبر بحيرة مالحة في القارة الأفريقية. بحيرة تريتونيس لقائمة على سبخة تاكمرت أو فرعون. عام أطلق هذا الاسم باسم إله البحر اليوناني. الرحالة العرب والجغرافيون شط الجريد واعتبروه من عجائب الدنيا، ووصف أيضا بأنه المعدن المنصهر والرخام المصقول. وبحسب تشير إلى أن هذه الأساطير من البحر الأبيض. ما هو آخر من الموارد الطبيعية في العبارة المنبثقة؟ البساطة البحيرة بتبدل ألوانها كل فصل، مما يزيد من سحرها وجمالها. مكان مذهل وساحر تحلو زيارته وثارته. فيتميز هذا الشاطئ برواسب الملح ذات ألوان قوس قزح والبحيرات الصغيرة التي تحتوي على مياه في أيام الصيف الجافة. بشكل غير متوقع، الفاتح 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 الفاتح. وتتحول هذه المياه نتيجة للتبخر إلى طبقة ملحية رقيقة وشفافة تشبه بيض الثلج. أشعة الشمس فتعطيها لمعانا لا مثيل له، كما أن المشهد يخدع المشاهد برؤية أشكال هندسية عظيمة الحجم، ولكنها في الواقع أحجار صغيرة. في نهاية البحيرة، عندما تهب رياح الخماسين، أحداث ظاهرة سراب، فانتوكس أطفالها من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الأطفال الصغار. كما أن الموقع يضم مجموعة من واحات نخيل التمر، وهي تعتبر موقعا مميزا للاستراحة بعد يوم شاق في وسط الصحراء. تم استخدام هذا البرنامج، وذلك بسبب مناظرها الطبيعية، وذلك بتكوين لقطة طبيعية. أشهرها الجزء الأول من سلسلة ستار وورز. في الجزء الشمالي الغربي، في الطرف الشمالي الغربي، في الموقع المعروف عنق الجمل، حيث البيوت القديمة المحفورة في الأرض. ونظرا لأن شط الجريد هي بحيرة مالحة ضخمة في وسط صحراء قاسية، عليك التنقل في الموقع بعناية. تأكد من أن لديك ما يكفي من الطعام ومياه الشرب. ومن المفضل زيارة المكان برفقة مرشد محلي يعرف الموقع جيدا.
ركز ركز سعيد. ايه سنة دخل